إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. هو نموذج للمواطن المصري المجتهد المكافح الذي وصل إلى أعلى المناصب في الدولة بعلمه واجتهاده. هو أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حائز على جائزة النيل أعلى وسام مصري كرمه الرئيس جمال عبد الناصر مرتين، له قبعات كثيرة وتولى مناصب عديدة. عزيزي المستمع، ضيفي وضيفكم اليوم هو الأستاذ الدكتور كودا عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق. أهلا بسيادتك ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا بك أبو حميد وبالسادة مستمعي إذاعة الشرق الأوسط والإذاعة عموما. الإذاعة دلوقتي بقى انتزعت مكانها في مواجهة الوسائط الإعلامية الأخرى، وأنا سعيد بهذا. أهلا بك. من هو كودا عبد الخالق؟ في كلمة واحدة، أنت عارف في إحدى مسرحيات عادل إمام في واحد من المشاهد بيقول لك أنا غلبان، فهو كده أنا غلبان. أنا غلبان. لا طبعا عادي جدا، يعني انتمائي من حيث الجذور لمحافظة الدقهلية من ميت العز مركز ميت الأمر، لكن انتمائي والدائرة الأوسع شوية للمحروسة مصر، والأوسع خالص العالم العربي، والأوسع شوية العالم الثالث، وبعدين الإنسانية كلها باعتباري إنسان. فهي يعني دوائر بتتسع على حسب الاتساع. من حيث النشأة، وأنا بعتبر نفسي محظوظ يعني ان انا طلعت فقير واشتغلت فلاح واشتغلت راعي غنم. لما بتقول الكلام ده يا فندم انك انت اشتغلت فلاح وراعي غنم، انت بتبقى سعيد ان انت بتقول كده؟ لان في بعض الناس بيتبرأ من نشأته لو كان حتى فقير او كان من اسره متوسطه الحال، بعد ما بيوصل لمراكز معينه بيمحى هذه الصفحه من التاريخ. شوف، الحقيقه حقيقه والتاريخ تاريخ. أنا بشهادة ميلادي مكتوب فيها محل الميلاد ميت العز مركز ميت الأمر دقهلية. أنا من أسرة، يعني لما اتولدت الأسرة من جيلين 3 قبل مني أو جيلين، كانت أسرة متيسرة الحال، عندها أراضي ومن أعضاء ناس درسوا في الأزهر واشتغلوا، ولكن خدت ضربة قاسمة في الكساد بتاع الثلاثينات لما أسعار القطن انهارت خلاص، فتحولوا من ملاك لمستأجرين. يعني عندهم ملكيات صغيرة كانوا بيزرعوها، يعني ما اشتغلناش عند حد، بنشتغل في أرضنا، ولكن حتى لو اشتغلنا عند حد ده مش عيب. إنما عايز أقول أولا النشأة في القرية دي بقى المدخل لتوسيع الخيال على أوسع نطاق، وبتعلمك الصبر وبتعلمك الإيمان بأن في قوة عليا لازم تخلي بالك منها باستمرار. دي بالنسبة للزراعة. بعبارة أخرى معنى سؤالك، يعني ألا تخجل إنك أنت؟ لا، أنا لا أخجل، بالعكس أنا أفخر. وصدق كتبتها في الكتاب حتى بتاع السيرة الذاتية بتاعتي. لا يعيبني على الإطلاق إن أنا شهادة فقير. مفيش حد مننا أصلا بيملك إن هو يطلع فقير ولا غني، ولكن يملك لا جملة، يملك إن هو يعمل نفسه. يعمل صدق لك جملة عبقرية في ده يعني. مظبوط. فهي دي النقطة، وبالتالي أنا بقول ربما إنه ربنا حباني بالقدرة إن أقول الكلام ده، يتيح المجال لغيري إن هو في ظروف مشابهة لا يخجل بل الاعتراف بنقطة البداية. وأنا بقول إنه الناس لا تحاسب عن نقطة البداية، إنما تحاسب عن نقطة النهاية. النشأة في هذه الظروف يا فندم كان دافع كبير لسيادتك في انك تتفوق وانك تثبت نفسك وتثبت ذاتك؟ بالتأكيد، لأنه انت عارف في نظرية في التاريخ اسمها نظرية التحدي والاستجابة. الإنسان في منعطفات كثيرة بيواجه بتحديات، والفرق بين إنسان وآخر هو
اسلوب ونمط مواجهه الاستجابه لهذه التحيه. هناك استجابه سلبيه يعني يستكين الظروف الكلام دوت، وهناك استجابه ايجابيه انك انت تتفاعل مع الظروف بحيث انك تعظم نقاط القوه وتقلل نقاط الضعف فتفوز. انت سيادتك حولت نقاط الضعف الى قوه. دكتور جودة تعليمه كان في الدقهلية ابتدائية اعدادية ثانوية، ولا انتقل بقى المراحل الاخرى للقاهرة؟ يعني قد يدهش المستمعون ان يعرف ان انا تاريخي التعليمي غير منتظم على الاطلاق. يعني بمعنى ادخل واخرج ادخل واخرج ادخل واخرج. ربما الانتظام بدأ في مرحلة الجامعة في الواقع. مثلا أنا في البداية ككل أهل الريف لما يكون عندهم يعني طفل يتوسموا في النبوغ والكلام ده يقول لك احنا هنوهبه للأزهر خلاص. فأنا وهبوني للأزهر وبدأت أحفظ مش في كتاب الحقيقة، أنا كاتب في كتاب إنما هو الحقيقة يعني شيخ قريبنا يعني بالبلد مظبوط، شيخ عبد الناصر، وبدأت يعني على إيده أحفظ. وكان النية والدي دي بالنسبة له كانت مسألة عزيزة عليه جدا، إن أنا أدخل المعهد الديني في الزقازيق. المعهد الديني في الزقازيق ده كان قبلة وخرج ناس كتير بالمناسبة يعني. أعتقد الشيخ شعراوي كان فيه مظبوط. يعني هو مدرسة بالمعنى هو كمان هو الأقرب لمتغمرة أظن. مظبوط طبعا. احنا علاقتنا في الواقع كانت بالزقازيق أكتر، شرقية أكتر من الدقهلية. صح. فالمهم قبل الامتحان كنت بتعمل يعني تحفظ قرآن وشوية حساب وتدخل الامتحان بتاع القبول. عديت تدخل بقى المعهد، ففاضل لي أسبوع وأدخل الامتحان. تصادف بقى إنه أنا اللي كنت بحفظ في سورة القلم، وسورة القلم فيها الآية اللي بتقول سنسيموه على الخرطوم. فكل ما أحفظ سورة القلم دي تتبخر مني. رحت للشيخ عبد الناصر وهو عمي يعني المفروض يعني، قال لي انت مش حافظ ليه؟ قلت له عشان انا في الواقع مش فاهمها، فلو تشرحها لي يبقى انا هقدر. يعني انت عايز تفهم الحاجه قبل ما تحفظها. فقال لي بص بقى مفيش حاجه اسمها تفهم هنا، انت تحفظ. قلت له لا. قال لي تحفظ ورجلك فوق رقبتك. دخلنا بقى في حوار حاد، قلت له مش هحفظ، لازم افهم. فضربني خلاص. فانا بالنسبه لي يعني ده كان نوع من رد الفعل، فضلا انه سلبي وهمجي وغير انساني. انا مفجر حاجه جوايا اللي هي انه سكه الازهر دي ما تلزمنيش بقى. فرحت لابويا وقلت له انسى موضوع الازهر. ابويا طبعا بالنسبه له كان كارثه كبيره جدا. فاضل يا ابني فاضل اسبوع. قلت له ولا لما يكون فاضل ثانيه السكه دي. وبدات بقى ايه اتجه للتعليم العادي. زمان كان في فكره تعمل امتحان لسنه وتدخلها لو نجحت. تصادف ان والدي اتنقل في الشغل بتاعه والاقامه من القريه الى مدينه القاهره. فبدات بقى ابحث عن سكه في القاهره. قلت طيب انا دلوقتي يعني خلاص في نهايه المرحله الابتدائيه وممكن المرحله الاعداديه ادخل تاني اعدادي، بس لازم ادخل مدرسه ليليه عشان ايه يعني اهيئ نفسي. الكلام ده كان في الشبرا. دخلت المدرسه الليليه، كان المفروض ان ادخل رابعه ابتدائي، ولكن ما لقيناش مكان في رابعه ابتدائي في مدرسه قريبه، فدخلت تاني ابتدائي. فده تاخير سنتين كده. مشيت بقى في السلم لغايه خدت الاعداديه وبعدين دخلت الثانوي. جينا في اولى ثانوي وابتدى يعني عارف ادراكي يتسع ويتبلور. فلقيت انه ابويا احنا كان اسره على قد الحال. ابويا عامل بسيط وعنده 8 اولاد. انا اكبرهم. لك كبير. المسؤوليه كبيره جدا. المفروض انك تطلع تشتغل معاه اصلا. مظبوط. وفعلا ده اللي حصل. هو قال انت تيجي تشتغل معايا. كان هو عامل في شركه الكهرباء. في حاجه اسمها عامل اشراق اللي هو يعني صبي تحت التدريب. بعد ما تمر بالفتره التدريب يعينوك. فانا قطعت على المدرسه الثانوي لمده اكتر من 3 أسابيع من غير ما اقول لهم. اختفيت كده فرفدوني. وبعدين كنت في فتره بجهز اوراقي عشان اروح الشغل، فلقيت زملائي بقى في المدرسه اللي انا الالفه بتاعهم بقى. خلي بالك لابسين وخارجين. لا واقفين بيلعبوا كوره شراب بعد نهايه اليوم الدراسي. خلاص. انت عارف الشاعر بيقول قد يهون العمر الا ساعه، فالساعه ديت خلاص. فحاجه خبطتني زي ما اكون فوق. لقيت نفسي ببكي بكاء شديد جدا. ايه الوضع ده؟ دلوقتي زملائي يعني خلصوا المدرسه بيلعبوا كوره،
يروحوا يذاكروا ويرجعوا تاني المدرسة ويوصل. طب أنا فين؟ رحت جري على أمي بقى، أنا لازم أرجع المدرسة. دي كانت محطة مهمة أوي جدا جدا. فطبعا احنا المأساة بقى دي كانت موت وخراب ديار، لأن أنت عشان الترفات لازم تدفع رسوم إعادة قيد، وهم كانوا معولين إن أنت هتجيب دخل الأسرة دلوقتي هتاخد منهم عشان بالظبط كده. فالمهم يعني أمي الحقيقة ما يعني تشدد جدا من دموعي دي. قالت لي حبيبي انا هعمل كل اللي اقدر عليه، ابيع اللي وراه اللي قدامي وادفع لك المصاريف. ابويا كان مزرجن بقى ازاي الكلام ده وبتاع، منظري هيبقى قد ايه مع الناس في الشطوره. المهم في نهايه الامر دفعت رسوم اعاده القيد ورجعت تاني مدرسه محمد فريد الثانويه في اولى ثانوي. طلعت التاني على الجمهوريه. طلعت تاني على الجمهوريه. كنت قسم ادبي. قد يهون العمر الا ساعه وقد تهون الارض الا موضعا. مظبوط. تهون الارض الا موضوعا ويهون العمر الا ساعه. ده من جبل التوبات بتاعت احمد شوقي ولا حافظ ابراهيم؟ احمد شوقي على لسان الشاب اللي كان بيحب بنت عمه عبله. عنتر وعبله. عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح. عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح. واسمعنا بيقولها قوية في الإعداد وفي الكلية، واسمعنا بيقولها قوية في الإعداد وفي الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليلنا نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. العلم سلاح جبار بيحول ليلنا نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا عامل جيل صايع. حدوتة مصرية، نجم في سماء الوطن. مستمعينا الاعزاء، الحوار الممتع الشيق متواصل مع استاذ دكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعداله الاجتماعيه الاسبق، واللي احنا بنقدمه النهارده كنموذج وقدوه تحتذى في العلم والعمل والاجتهاد والاخلاق ورمز من رموز الوطن، الشخصيات الوطنيه المحترمه. سيادتك يا فندم كرمت مرتين من رئيس جمال عبد الناصر، كانت ايه المناسبه؟ اوكي طبعا احنا لسه قايلين بيت الشعر العمر الا لحظه، كويس كده. هتيجي طبعا انا كرمت مرتين من الرئيس في عيد العلم. وعايز بهذه المناسبه عشان يعني احنا بنبني ذاكره الناس بالكلام ده. مصر كان عندها مناسبه وطنيه شديده الاهميه اللي هي عيد العلم، وكان يتم الاحتفال به سنويا وبلا انقطاع وفي نفس الميعاد اللي هو 23 ديسمبر كل سنة 23. وفضل الكلام ده لغاية ما رحل عبد الناصر. طيب دلوقتي انا خدت الثانويه العامه سنه 60، طلعت الثاني على القوط. بالمناسبه الاول ما كانش مصري ولا كان في الوقت ده، كان غزه تعليميا الاداره التعليميه تبعه، وكان هو مدرس من قطاع غزه، فكان واخد مجموع اكبر مني، فطلع الاول باعتبار انه نتيجه واحده للاثنين، وبصفه الثاني كرمت انا. ودي العمليه التكريم دي لا ابالغ ان انا يعني قدر الطاقات اللي فجرتها عندي هذا المشهد. خلي بالك سنه 60 كان عبد الناصر في اوج تألقه، في اوج تألقه، بالتالي انك انت تقف قدام الزعيم ده اللي كل انظار العالم تتطلع اليه. الوالد والوالده كانوا موجودين وشافوا اللحظه دي؟ لا، لسبب، لانه خلي بالك سنه لا مش كانوا موجودين، كانوا على قيد الحياه. انا طبعا على قيد الحياه. لما افتكر تابعوا الموضوع، لا ما تابعوش يعني، سمعوا بيه، قلت لهم اللي حصل وبتاع. لكن عايز اقول للناس اللي هم بيتابعونا عشان برضو يعني نحط الامور في نصابها. عشان انا اروح المناسبه دي اول مره، تاني مره كانت في 64 لما خدت بكالوريوس. لما في اول مره ما كانش عندي بدله ولازم اروح ببدله، فاستلفت بدله واحد قريبنا كويس، والمقاس ما كانش على القد واسع بقى بتاع، لا كانت ضيقه. فطبعا انا فاكر لغايه دلوقتي يا احمد بالتفصيل انك لابس بدله يا دوب كده وماشي رايح تقابل عبد الناصر. وضع صعب، عارف، وضع صعب. ولكن الراجل طبعا
لما سلم عليا انا فاكر كلماتي يعني البلد محتاجاك وشد حيلك وكلام من ده. فلما عبد الناصر يقول الكلام ده نعمل المستحيل. هو فعلا حصل وطلعت الاول على دفعتها في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بالظبط كده. وقابلته تاني بقى تاني مره كان الوضع مرتاح اكتر. كان عادي البدله بتاعتي وعلى مقاسي وعارف سكتي. انت في المشهد ده في سنه 60 مثلا كان مين اللي موجود بيكرم؟ ام كلثوم واحمد رامي وعبد الوهاب. شفتهم حضرتك كلهم؟ لا طبعا انا كنت مزوج كده مع الصغيرين في حته. صحيح بس شفتهم بيكرموا حضرتك تكرمهم. طبعا كل دي تجارب عارف بتشدك لفوق. صحيح. عارف يعني انت دلوقتي اصبحت في الايه في الدوري ده بلغه الكوره يعني. عمليه التكريم في عيد العلم بالذات للبراعم الصغيره، شاب لسه عنده 18 سنه بيفتح عينيه على الدنيا، لما يمر بالتجربه دي انت بتعمل منه بني ادم. سيادتك انت عايز طبعا معيد في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، يعني كل ده تم باجتهاد بعمل، لم تدخل فيه واسطه ولا لم تدخل فيه اي حاجه، لانك انت اساسا ما عندكش حد حتى نصيحه من الوالدين. شوف بقى الى هذا الحد، لان الوالدين ابويا راجل امي ووالدتي اميه كمان، انا بعترف بهذا بلا خجل لاني افخر تماما انه هذا هو الجو. ولكن عايز اقول رغم اميتهما كانوا يمتلكوا مدرسة من القيم والاخلاق، قدر من القيم النبيله اللي انا لغايه دلوقتي ماشي بفضلها في وسط المجتمع. هم اذا كانوا يجهلوا القراءه والكتابه لكنهما كان مدرسه من القيم والاخلاق وازاي يعلموا ابنائهم على كل شيء جميل. يعني شوف امي انا اذكر لها طبعا والدي مشغول بره البيت، انما احتكاكي اكتر وامي كان فطمتنا على الاستغناء، انك انت رغم الوضع الاقتصادي بتاعك غني انما انت يعني شافوا نجاحات سيادتك يا فندم، لحقوا بيشوفوا لحقوا. يعني والدي عاش الله يرحمه والدتي لغايه ما بقى وصلت مثلا لاستاذ في كليه الاقتصاد في الجامعه. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، وبتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد اهاليها. من المحطات المهمة أيضا في حياة حضرتك يا فندم طبعا سفر للخارج وما تعرضت له أثناء الحصول على الدكتوراه، كانت برضو يعني يمكن دافع أكتر للاجتهاد والعمل والتفوق. طبعا لأنه أنت عارف أن نظرت نظرية بتاعت المؤرخ البريطاني الشهير أرنولد توينبي، نظرية التحدي والاستجابة، دي بتخلق ديناميكية بديعة جدا. فأنت لما تواجه ظروف صعبة إذا كان تفاعلك معاها تفاعل إيجابي بتفرق معاك جدا لفوق ولقدام. فتجربة الأستاذ الصهيوني في كندا بالنسبة لي كريم وأنا كان الاستجابة بتاعتنا مش إننا نقطع تذاكر ونرجع لمصر، لما قلنا هذه حرب بيننا وبين هذا الوغد ولنرى من الذي تنتصر إرادته على الآخر. فطبعا كفحنا بشراسة جدا ونحن عزل من كل شيء، لأن احنا وضعين القانوني احنا العلم، دي مسألة مهمة جدا ان انا اقولها واكد عليها. كندا في ذلك الحين كانت بتدلل على طلبة ان هم يقدموا على الهجرة، ولو خدت هجرة قبل الطلب تاخد landed immigrant status الجنسية بقى وتكمل وتاخد منح اكبر وكل الكلام. لو ما عملتش كده تبقى حاجة اسمها alien باللغة القانون، يعني بني ادم طالب وخلاص مش من حاجة تشتغل، مش حاجات كتير، المنحة بتاعتك يبقى متواضع. فكان لازم نخوض التجربة ونحن في موقع الغرباء، وده طبعا معناه انه احنا لازم نقبل سقط المتاع، شغل في السوق السوداء في ظروف خطيرة. انا مرة فقت على نفسي، كنت بشتغل عامل فاعل، فقت على نفسي في مستشفى، يا جماعة قالوا انت وقعت الحيط على نفسك وانت بتهدها الى هذا الحد يعني. لكن هذه التجربة الحقيقة برضه كانت دافع لا ومدتني بخبرات
وتجارب وقدرات انا ما كنتش عارف ان انا عندي. طبعا. ومن اجمل شغلتين بعتز بيهم جدا في المرحله دي، شغله بياع كتب وشغله جنايني. بياع كتب اساسا مثقف وغاوي قراءه، ففرصه بقى انك انت تقرا. طبعا. ولكن هو ميزه بياع كتب ايه بقى؟ انك انت من خلال هذه المهنه بتقدر تدخل بيوت ناس في مواقع اجتماعيه مختلفه. خلاص. فكل السلم الاجتماعي الكندي دخلته انا، وتعاملت مع ناس وعرفت ازاي العقليات بتتفاوت، وازاي تدخل مدخل للاسره دي غير الاسره دي. فده اكسبني قدره على التواصل الاجتماعي ما اعتقدش ان كانت هتبقى عندي لو ما حصلش المأساة ديت وكده. الشغلانه الثانيه جنايني، فطبعا استعدت ذكريات الزراعه زمان كنت العز. وتعلمت لانه رئيسي في العمل كان من اصل هولندي. انت عارف هولندا يعني لا يشق لهم غبار. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل ناجحة في كل مجال. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل ناجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر 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 تعيشي يا مصر. مصر 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 تعيشي يا مصر. الثقافة يعني سيادتك شخصية مثقفة جدا، يعني هل حب القراءة أو الثقافة ده من صغر حضرتك، ولا برضو الظروف اللي أنت نشأت فيها كان لازم تتفوق؟ ظروف. لأن زي ما قلت لك والدي أمي والدتي أمية، يعني مش هقول بقى عندنا مكتبة في ما فيش حد اتكلم معاه، فاهم؟ الناس دي اللي هو أبوي وأمي اللي هم ما يعرفوش أنا بعمل إيه. أنا رايح المدرسة وجاي من المدرسة وخلاص، فاهم؟ لكن مثلا، ودي نقطة مهمة في اللحظة الحالية مع الحال المتردي للتعليم العام، المدرسة الثانوي اللي أنا كنت فيها أو حتى المدرسة الإعدادي، أنا كنت في مدرسة ترع الولاية الإعدادية. هذه المدرسة كان فيها حصة موسيقى، وبالمناسبة اتعلمت الموسيقى على إيد الأستاذ فؤاد حلمي ومن كبار الملحنين. اتعلمت عارف ازاي تعمل منتجات ألبان في حصة بمنتجات الألبان. الخط كنت في جمعية تحسين خطوط، جمعية الرسم. جانب الأنشطة. الثقافة بقى جت فين؟ في الثانوي. وبرضه بسبب موقف شائك من ايام، انا حصل مشكلة بيني وبين أستاذ التاريخ. انا كنت تخصص تاريخ، فعندي 4 ساعات في الأسبوع حصص. بصراحة ما عجبنيش أستاذ التاريخ، قاعد يقول لي محمد علي اتولد في قولة ومش عارف ايه. طب اقول له طب وبعدين وايه السبب وليه؟ قال لي اسمع انت ما توجعش دماغك، انت احفظ زي ما هو كده وخلاص. انا اقول لك حاجه. قلت له ايه؟ قال لي انت مش عايز اشوفك في الفصل عشان ما تتعبنيش ومش هاخدك غياب. قلت له عظيم جدا. فاتفقت. لقيت عندي 4 ساعات في الاسبوع حصص التاريخ. اطلع اروح فين بقى؟ قسمتهم بالنص، نص في مكتبه المدرسه، كان فيها مكتبه اعتقد انه بعض جامعاتنا ليس فيها مثل هذا، وكتب مش تعليميه يعني. لا كنت قريت في الادب. وبعدين الاهم من الكتب يا احمد انه امين المكتبه كان راجل مثقف، فكنت اروح الاقيه مجهز لي الكتب ويدهاني ويقول لي دي بقى هنتناقش فيها المره الجايه. فتعلمت من خلال هذه التجربه ازاي ايه معنى الكتاب، وازاي الكتاب ده منجم خصب جدا لكافة صنوف المعرفة. للأسف. لكن عفوا النقطة الثانية، قيد لي مجموعة من المدرسين لأن زلت حتى الآن أذكر فضلهم، وبالذات مدرس اللغة العربية. اللغة العربية ده كان راجل فيلسوف، عارف؟ كان باستمرار حول حصة المحفوظات دي. أنا كنت أكره حصة المحفوظات كراهية التحريم، لأن ذاكرتي ضعيفة. أنا إنسان ما أحفظ، ما بتحفظش، أنت عايز تفهم. فهو يجي يقول لك ايه؟ اقرا يا جوده مثلا، نبتدي اقول لك استنى وقف بقى، الكلام الجمله اللي انت قلتها دي لا معنى انت موافق عليها، طب وعندك فابتدى هذه العقليه الجدليه زرعها فيا. انا كان عندي 4 مدرسين في معاهم دكتوراه، مدرس التاريخ بس مش اللي انا بتكلم عليه، التاريخ الفرعوني، ومدرس اللغه العربيه، ومدرس الجغرافيا،
واحد رابع. يعني احنا لو رجعنا بتعليمنا للمرحله اللي سيادتك اتعلمت فيها وغيرنا اتعلم فيها، انا اظن ان احنا نتقدم. طبعا، خلي بالك، هو شوف اصله يعني مش هنعيد اختراع العجله. يعني انت عشان يبقى عندك نظام تعليم محترم، اول عنصر واخطر العناصر على الاطلاق المعلم ولو تحت شجره توت. صحيح. معلم. صحيح، ما في دول ما فيش فيها مباني بيتعلموا تحت الشجره. بالظبط كده، مظبوط، انا عشان كده بقول. ولذلك حكايه هيئه الابنيه التعليميه وبقت قصه وبتاع وكلام هلس. هو المنهج مع المعلم. نزل معلم، وبعدين المنهج نفسه، وبعدين بعض الامكانيات مع الحرص على التنوع. يعني الطالب مش يروح المدرسه يحفظ علوم وخلاص، لا، لازم يعمل حاجات تانية. بناء الانسان هو الانشطه. يعني مثلا اذكر انا الخبرات اللي انا استفدتها من الانضمام الى فريق الكشاف. شعارنا كن مستعدا، عارف؟ ايوه، كن مستعدا دي خلاص بقت مزروعه جوه. يعني انت خدت واحد عنده 15 سنه وزرعت فيه جوه دي. مظبوط. زائد انك انت بتتعلم موسيقى، بتتعلم فلاحه البساتين، وبتتعلم خط، ازاي الخط العربي يكون. لا، هو بناء شخصيه من كافه الجوانب. مظبوط. حضرتك حصلت على جائزه النيل وهي اعلى وسام مصري، نتيجه للجهود كلها ومسيره حضرتك في مجال البحث العلمي، في مجال التعليم، في مجال العمل العام والانشطه المختلفه. طبعا انا عايز يعني اتوقف عند مساله جائزه النيل واشير الى نقطه قد تخفى على كثيرين. لو واحد زي حالاتي بحكم انه معارض دائما خلاص، صحيح. كثير من السكك اللي تؤدي الى هذه الجوائز بتتقفل قدامه. صحيح. هي كانت مفاجاه حضرتك طبعا. لا يعني واحد صديقي قال لي انت خدتها من فم الاسد. صحيح. يعني جود عبد الخالق ياخد جائزه النيل. لكن من ناحيه التاهيل طبعا انا مش هتكلم، انما الناس يقولوا طبعا تستحقها، وكنت تستحقها من فتره. يعني جامعه القاهره مثلا كليه الاقتصاد رشحتني للجائزه، جائزه تقديريه، ولكن بيطلع الترشيح من جامعه كليه الاقتصاد يروح للجامعه. الجامعه بقى لا، الجامعه في عندها كليه الحقوق وكليه الاداب فدي يعني جات لي عن طريق جمعيه الاقتصاد والتشريع، كانت ترشيح، وكان المفروض اخدها في الواقع في السنه اللي قبليها، يعني سنه 19 مش سنه 20. وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامي ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل. الصورة ما فيهاش الخامل والهامل واجبه نعسان، ما فيهاش إلا الثور الكامل المصري العربي الإنسان. صور يا زمن، صور يا زمن، صور يا زمان. برضه فندم، من المحطات المهمة في حياة حضرتك والأهم هي اختيار سيادتك وزيرا للتضامن والعدالة الاجتماعية. كان مفاجأة بالنسبة لك الاختيار؟ طبعا، لأنه أولا أنا لم أكن أسعى في أي وقت، بل إنه كل ما كنت أعبر عنه وأفعله يبعدني عن السلطة. صحيح. عمرك ما حلمت تكون وزير ولا تمنيت ان اكون وزير، تمام؟ وانا عارف سكتي وطريقي وخلاص. ولكن هي الاقدار، والاقدار بالمناسبه دي برضو نقطه عايز اكد عليها. انت تسعى وتجد وتجتهد، ولكن الاراده ليست كل شيء. انت تريد والله يفعل ما يريد. بتيجي منعطفات الصدفة لعبت فيها، ومنها 25 يناير. يعني أنا كنت عايز أقول كده أن الظروف اللي تم اختيار سيادتك فيها كانت من أصعب الظروف اللي مرت على مصر. مظبوط. وبالتالي لما فتحت في الموضوع وطلبت فرصة أفكر مش وقت التفكير أصلا، هي ليلة، لأنه الفريق شفيق كلمني الساعة 8:30 بالليل. قلت له طب سيبنا نفكر. قال لك كلمك 8:30 الصبح. فاحنا قعدنا بقى من 8:30 انا وكريمه نقلب الموضوع، وقلنا والله بص، زي ما انت قلت انه ده ظرف البلد احوج ما تكون فيه الى ان يخدمها. صح. ومفيش فيه اي مزايا على الاطلاق، واحنا قاعدين نتكلم كلام كبير وبتاع. فلما تيجي الفرصه
نهرب بالميدان؟ لا. 18 شهر يا فندم. الحقيبه نفسها كانت مفاجاه بالنسبه لحضرتك، يعني حضرتك استاذ اقتصاد وعلوم سياسيه، كان ممكن تبقى ماليات، اقتصاد، استثمار. وكتير قالوا لي ازاي الكلام ده، دي تموين يعني قليله عليك، مش عارف ايه، انت المفروض تبقى الماليه. لكن انا قلت اوكي، الانسان هو انت جدك جندي، هو انت جندي في الميدان، في اي مكان تتحط فيه تحارب بقى في هذه التوقيت. لا مظبوط. لا، والفكره كلها انت تعمل ايه بالكلام ده. ولذلك انا مثلا فخور جدا، يعني من غير ما الواحد بيكون بيتباهى ولا كلام ده، انما ده برضو عشان الناس تعرف انه في حاجه اسمها الصوره الذهنيه، دي تفرق كتير جدا. ايه الصوره الذهنيه اللي انت هتعملها، او الصوره الذهنيه اللي انت واخدها، دي بترتب عليها الفعل كله. عظيم. فمثلا اللي انا لاحظته انه في داخل مجلس الوزراء وفي الاوساط عامه، الصوره الذهنيه على الوزاره، عن وزاره التموين دي، تموين وتضامن ومعاشات وهم تقيل. المعاشات كانت برضه كنت لانه انا كنت ماسك حقيبتين. ايه حقيبتين؟ لكن عايز اقوله ان انا نجحت ان انا اغير الصوره الذهنيه لوزاره التموين. وفي الاول نجحت ان انا ادخل كلمه عداله اجتماعيه في مسمى الوزاره، وده كان اول مره يحصل، وللاسف طار بعديها، لكن على الاقل اهو موجود شيء نبني عليه. الشيء الثاني انه الناس كانت بتبص، قلت لهم لا، وزاره التموين دي يا جماعه اهم وزاره من منظور اداره العلاقات الدوليه لمصر. يعني لا مؤاخذه ما تقوليش وزاره التعاون الدولي التموين. قالوا ازاي؟ قلت لهم ده الوزاره دي، مصر هي اكبر بلد مستورد القمح في العالم، فزي الفتاه الجميله اللي خطابها كتير جدا تتعزز عليهم. واثبتت لهم الكلام ده لما كان في ازمه دخول البطاطس المصريه الى السوق الروسيه. عارف؟ قلت لهم طب سيبوا لي بقى الموضوع اللي انتم يعني لايصين فيه ده، انا هحل لكم مشكله دخول البطاطس باستخدام الورقه دي. وفعلا انت باخد منكم قمح، خدوا مني بطاطس. انا خلقت بصراحه دي مسرح متبادله بقى دي. عملت تمثيليه بالك، تمثيليه بكل معنى الكلمه، على المستشار التجاري لسفاره روسيا في القاهره. والتمثيليه كانت ببساطه انه عزمته على فنجان قهوه. هو انا قابلته في حفل موسيقي، وهو مهتم بالموسيقى وانا مهتم، فبدات العلاقتي من كده. وبعدين هو كان يعرف مصري لبلب، فقلت فرصه بقى، دعيته على فنجان قهوه، وقلت السكرتيره اما يدخل عندي ويدخل له القهوه محدش يطلبني ولا يدخل عليا، اطلبيني انت بس في التليفون وما تتكلميش، اسمعيني وخلاص. ففي التليفون عملت تمثيليه بقى، عبد الله ازيك، ايه الاخبار، معقول، مش عارف ايه. الراجل مطرطق ودانه بيتابعني. قلت له ده عبد الله ابن عمي بيكلمني من البلد، وبقول له انت عارف انا فلاح. قلت له بقول له ايه الاخبار؟ قال لي زي الزفت. قلت له زي الكلام ده؟ قال لي احنا دلوقتي بنحرث البطاطس في الارض لانه ثمنها في السوق ما يجيبش التكاليف. وبعدين قال لي يا معالي الوزير، ممكن تقول لي الروس مش عايزين ياخدوا البطاطس وانتوا عمالين تاخدوا القمح الروسي، مراكب رايحه جايه. فقلت للراجل بصراحه انا ما عرفتش اجاوب، لكن يبدو ان سؤاله منطقي وجيه، وقفلت الحكايه. بعد 4 ايام الراجل كلمني قال لي كان في خطا في قراءه نتائج المعامل والبطاطس مرحب بيه. لما نقلت الخبر ده لزملائنا في مجلس الوزراء، يا خبر، قلت لهم هي كده تلعب بالاوراق ليه؟ انت تحس بالدنيا اكيد عندك ورق ضغط طبعا. بس ما سيادتك فندم استاذ اقتصاد وعلوم سياسيه، هل فعلا على المستوى الدولي يعني لا توجد عداوه دائمه ولا صداقه دائمه، ولكن توجد مصلحه دائمه؟ طبعا. شوف يعني هو اللي بيحرك اللي احنا دلوقتي يعني، وبالذات في المرحله التاريخيه الحاليه، لا صوت يعلو فوق صوت المصالح. أما مبادئ فتوارى جدا قد تظهر في لحظات تاريخية معينة، ولكن الحاكم والفاعل هو المصالح. وبالتالي الواجب الأول على من يتصدى للشأن العام أن يقرأ جيدا أين توجد مصلحته وأين توجد مصالح الأطراف اللي يتعامل معها، ويرتب الأوراق بناء عليها. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. مستمعينا الاعزاء، ما زال الحوار القدوه والرمز والمثل
والاجتهاد والعمل مستمر مع معالي الوزير الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق والحائز على جائزة النيل، أعلى وسام علمي مصري، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والوزير العصامي المجتهد المكافح الذي حصل على كل المناصب التي حصل عليها باجتهاده وعمله وتفوقه. بيفخر بإيه دكتور جودة خلال فترة توليه وزارة الوزارة في ظروف تاريخية صعبة جدا لمصر؟ أفخر أن أنا يعني ربنا سخرني لخدمة الغلابة، ده ربما أهم شيء أعتز به من هذه المرحلة. وطبعا مسألة مش مجرد كلام إنما فعل، والفعل ربنا بيفتح عليك، لأنه خلي بالك أنا جاي من البرج العاجي في جامعة القاهرة إلى أتقل حقيبة وزارية في أصعب يعني ظروف، اللي مش محدود الدخل ده الفقر كله، ولكن أيضا في ظروف مجتمعية كلنا عارفينها، غياب أمني، اضطرابات، قطع طرق، مظاهرات، كل الكلام ده. لكن أنا اتعلمت أرتب أوراقي وأراها كويس قبل ما أبتدي أشتغل. فقعدت أسبوعين بحاول أفهم وزارة التموين دي إيه وإيه القصة أو إيه التشابكات بتاعتها. يمكن يساعدني جدا إن أنا قدرت أتخلص من عيب البيروقراطية، لأنه لو سلمت نفسك البيروقراطية هيغرقوك. بتقعد بتاع 7-8 ساعات في اليوم تمضي ورق. فأنا حليت المشكلة دي على طول. ازاي بقى المساعدين او أنا هقول لك. لا ما في أول أيام لما لقيت مديرة مكتبي داخلة وشايلة مسكينة ربطة ورق قد كده. إيه يا بنتي؟ قالت دي البوسطة. قلت لها يعني إيه؟ قالت يعني ما عليك تمضي لنا الورق. قلت لها لا بص بقى، خد الورق ده وارجعي تاني وصنفيه لي، أنا عايز بالظبط كده، وارجعي لي تاني. خلاص رجعت بعد ساعة. حاولت كله. ده أكبر رابطة كانت إيه بقى؟ طلبات المواطنين لاستخراج بطاقة التموين. طب وانا امضي ما اعرف ايه على الحاج ابو سريع اللي في اسوان؟ لا وهو الوزير ليه يبقى في القاهره يمضي مثلا بطاقه تموين؟ قلت لها طب خد الورق ده وارجعي تاني وبعتي لي المستشار القانوني. المستشار القانوني قلت له اسمع انت صيغ لي قرار بتفويض متسلسل، انا افوض وكيل وزاره في كل محافظه، وكيل وزاره في كل محافظه يفوض لمدير العموم، ومدير العموم لغايه وصلتها. ايوه. وحتى الان انا بقابل ناس ما اعرفهمش حب يقولوا انا قعدت 3-4 سنين دايخ عشان اطلع بطاقه وما تحلش الموضوع الا من معاليك جيت. لانك انت بص بتحاول تفوت جمل من خرم ابره. وليه؟ عشان انا يبقى الوزير يعني عنده سلطات؟ لا ما ينفعش. المركزيه الشديده دي مظبوط. فدي 1. 2 موضوع تغيير الصوره الذهنيه للوزاره، مساله مهمه جدا. ان انا قلت يا جماعه الوزاره دي وزارة المسؤولة عن تأمين الأمن الغذائي للمواطن وتحقيق الأمن الغذائي للوطن بكل ما يتفرع عن هذا الكلام. وغيرت شعار الوزارة. لما تدخل على موقع الوزارة حتى الآن الحمد لله لم يتغير. هتشوف الشعار موجود عبارة عن سمك قمح وفي النسر اللي هو كان موجود، وبعدين تحتيهم أمن غذائي عدالة اللي هو رسالة الوزارة أمن غذائي عدالة. بدأنا نهتم بالفلاح، دنا له سعر تحفيزي للقمح، وغيرنا في منظومة التموين، عملنا دراسات لتعديل نظام دعم الخبز. كل هذه الأمور. إيمان سيادتك بالفكر الاشتراكي جاء من نشأتك الريفية اللي احنا اتكلمنا عليها في الأول، وإحساسك بالفقراء وإحساسك بالغلابة وما إلى ذلك؟ يعني مش ده بس، هو ده جزء منه بالتأكيد، إنما كما ذكرت لك المرحلة الثانوية اللي هو لما اصطدمت بأستاذ التاريخ وبقيتش أحضر الحصص وأروح المكتبة. وقريت بقى؟ قريت لسلامة موسى مثلا، وقريت في روايات الأدب عن الطبقات الكادحة والمهمشة، مثلا روايات شارلز ديكنز ودوستويفسكي وكل الخلق دول. فده ابتدى يعني زي ما تقول يحط نقط على حروف موجودة عندي، فابتدى يبقى كلمة تكتمل. حاولت تطبق ده بقى لما توليت المنصب الوزاري، الفكرة اللي انت بتؤمن بيه الاشتراكية في الوزارة؟ مظبوط، لأنه ده بيدي لك بوصلة تحرك. يعني ادي لك واقعة. في الأول قلنا طب احنا عايزين الناس تحس انه في تغيير، كلمة عدالة اجتماعية. فجينا قلنا بدل ما ندي الناس مواطنين فلوس نديهم سلع تموينية بنص السعر. فقعدنا في 2 رمضان، مناسبة رمضان، جاء رمضان فات عليا وانا وزير رمضانين. فالمواطن في الرمضانين دول خد المقررات التموينية كلها
ودفع نص المبلغ اللي كان بيدفعه عادة. وده كان إحساس مباشر إنه أوكي الحكومة بتعمل إيه لصالحه. إنما النقطة زائد موضوع الفلاح زي ما ذكرت والسعر التحفيزي، إنما برضو ده بيديك ميزان تزن به الأمور. فلما مريت بواحدة من أصعب الأزمات على الإطلاق إن لم تكن أصعبها وأنا وزير، اللي هي أزمة توقف عمال شركة مطاحن مصر العليا عن العمل اللي بيعملوا الدقيق دول. وكانت مطالب فئوية وقتها، كانت مطالب فئوية، عندهم لائحة مطالب. واللي حصل لما الإدارة بتاعتهم لم تتجاوب راحوا قافلين المصالح وحطوا. عملت الآتي. طبعا هنا التحدي كان انك انت دول عمال، وانت بقى المفروض طالع من وسط الطبقه دي، والمفروض يبقى انتمائك الحقيقي. كان منهم زملائي يعني زعماء في حزب التجمع، من زملاء الاضراب دول ناس. فقلت لهم بصوا انا دلوقتي الخبز ده اللي انتوا بتنتجوا الدقيق كويس كده، والدقيق ده بيروح للمخابز تعملوا عيش. مين اللي بياكل العيش؟ ناس اغلب منكم كويس كده، مواطن صعيدي لا يملك من حطام الدنيا شيء، ويروح المخبز يجيب له رغيفين وفحل بصل لا مؤاخذه مش كده ولا ايه؟ انتوا بقى عندكم وظيفه دم ثابته، وعندكم تامين صحي، وعندكم مرتب تامين، وبتروحوا تصيفوا مش عاجبكم انكم تركبوا القطر في كرسي فعايزين سرير تسافروا بيه، ماشي لو اقدر ادبر لكم ده اهلا وسهلا. لكن انا دلوقتي ده الميزان بتاعي، دول اولى منكم، وبالتالي بمعيار العداله الاجتماعيه انا هقف مع دول وضدكم انتم. تمام. ودي كانت رساله واضحه، وتعرضت لضغوط رهيبه في التجمع وحليت المشكله بهدوء جدا جدا جدا. محدش دري ان كان في ازمه اصلا، مع انه كان ممكن تشوف مظاهرات تطلع في الصعيد بتطالب بالخبز، لانه في عندك 7 8 محافظات ما عندهاش دقيق. لنا جند في كل ميدان، هنا وهناك وفي اي مكان، الزراع ويا الصناع، اهل العلم مع الفنان، الزراع ويا الصناع، اهل العلم مع الفنان، زي ما لينا حقوق مشروع ندي وطننا حقوقه كمان. انوي سمي صلي كبر توصل فوق المعجزة واكتر، قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب على كل الصعب وسير سير. حققت كل احلامك يا فندم؟ لا مش كلها. بالنسبه للجامعه للوزاره يعني ولا لا يعني في الحياه عموما. لا شوف، اولا الاحلام بتبقى مبنيه على جزئين على تاريخ ماضي وجزئين على مستقبل وحاضر. فطالما انه عجله الحياه دايره، انت عندك الماضي وعندك الحاضر وعندك المستقبل، وبالتالي الاحلام تتخلق وتتشكل بصفه مستمره فلم ينتهي. انما عشان كلامي يبقى محدد، راضي عن انا حاليا منشغل بعده قضايا بالاضافه للهم. يعني بعتبر نفسي ضمير الغلابه، صوت من لا صوت له من الغلابه. فبكتب اسبوعيا مقال وحريص ان انا اخص بيه الاهالي، مش اي جريده اوسع انتشارا، لان ده انتمائي كويس. انما على المستوى الفكري، والمهني، انا عندي اهتمامات شديده باللغه العربيه، واقرض الشعر، عندي كتابات شعريه منشوره وكتابات غير منشوره، وبتابع الملف ده. معني جدا بما آل إليه حال اللغة العربية على أيدي أبنائها. قلت على الأقل أعمل الواجب في مجالي أنا الاقتصاد، فمهتم بصك مصطلحات باللغة العربية السليمة كمرادفات للمصطلحات باللغة الإنجليزية. طبعا هي بتتكلم على شيء رهيب جدا اللي حاصل في المهنة بتاعتي. نمرة 3، أنا عايز قبل ما أودع هذا العالم أكتب كتاب في الاقتصاد يكون مش موجه للمتخصصين، موجه للعامة على سبيل التنوير والتبسيط. انت بتتكلم عن اللغة العربية والثقافة، مهم قوي ان المسؤول يكون مثقف. طبعا، لانه خلي بالك في فيلسوف ايطالي اسمه جرامشي. ده كان فيلسوف وقت ما كان ايطاليا
بيحكمها النظام الفاشي بتاع موسوليني. هو له تعبير يتكلم عن المثقف مش الموسوعي انما المثقف العضوي. مثقف ده التعبير بتاع المثقف اللي هو ايه المثقف العضوي؟ هو الشخص الذي القدرة عن أن يرى من خلال ما هو ظاهر للتعرف ما هو كامن، وياخد قراره بحيث انه يفعل هذه المعرفة لما يعود على جموع الناس بالفائدة. هذه الفكرة. مش بيشتغل بقى عشان ياخد جائزة اكبر او يكسب، انما يخدم ده. لما يجي بقى للمسؤول، المسؤول ده في التعبير السياسي الراهن اسمه خادم الناس، مش قبضاي ولا سلطان ولا لا، هو خادم الناس. وعشان انا اخدم الناس بفعالية لازم يبقى عندي ادراك لاحوال الناس، همومهم شكلها ايه، اولوياتهم تمشي ازاي، الاحتياجات، السياق اللي كل ده بيتم فيه، مجموعات المصالح في المجتمع، يعني كيف تعترك مع بعضها البعض. وكل ده يحتاج ليس لتخصص مهني ضيق ان اكون اقتصادي او مهندس او طبيب، لا، انما واحد مثقف بمعنى انه عنده زاد من المعرفة والقدرة على النفاذ إلى جوهر الأشياء. فدي النقطة اللي هي تفرق بقى. ويمكن ده أحد مشاكلنا، إنه آليات الاختيار للمنصب العام ليست مبنية على هذا التصور، وإنما مبنية على تصور آخر، إنه يكون سجله الأمن نظيف، الاعتبارات أنت عارفها. ولكن مهم قوي يكون من آليات الاختيار الثقافة، واسع الإدراك، مطلع. لأنه لو كلمنا عن الوزارة منصب سياسي، انت عندك مش فني. لا مش فني. وذلك تجد مثلا في بلاد زي ألمانيا وفرنسا وكان في مصر قبل الثورة وزيرة دفاع وحامل كمان. وهنا كان قبل الثورة. وهنا قبل الثورة كان واحد محامي مثلا يمسك وزارة الصحة. فؤاد سراج الدين كان وزير داخلية ووزير مالية ووزير زراعة. لأنه مصر كانت ماشية على أساس إنه الاعتبارات السياسية هي الحاكمة. يا رب تحقق أحلامنا في أمان والسلام، علشان مصر والعز يفض على أيامنا ويكتر قدام، بتعيش مصر والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا، والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا بنتيجة أعمالنا. الله 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 المستقبل يا بلدنا يا مصر، بلدنا يا مصر. الله الله العالم الجليل الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق، الحائز على جائزة النيل أعلى وسام علمي مصري، واللي احنا بنقدمه النهارده كقدوة تحتذى في العلم والعمل والاجتهاد والأخلاق. دكتور جودة، هختتم مع حضرتك بشركة الحياة دكتور كريمة كريم، ماذا تقول؟ ولا أقول كريمة طبعا إنه أنا بعتبر نفسي محظوظ ان انا قابلت كريمة كريم. وبالمناسبة وده شيء غريب جدا، انه في اللحظة اللي شفتها قلت لنفسي دي البنت اللي انا هتجوزها على طول بدون ما اعرفش عنها اي حاجة، انما قلت الكلام ده سبحان الله يعني. لكن هي طبعا من عيلة يعني محترمة، اصلها طيب، انما رغم انها من الناحية الفكرية تنتمي الى الاتجاه الليبرالي في الاقتصاد. ما لسه كنت اسال حضرتك اشتراكي مع الليبرالي، وكمان هي كمان استاذ اقتصاد في جامعه الازهر، برضه ممكن داخل فيها اسلامي، يعني الدنيا او ده يعني اوقات كثيره بيبقى مربك لكثيرين. اقول لك لا مطلوب على فكره التنوع يعني مطلوب. الناس مش قادره تدرك قيمه هذه المساله. احنا الحقيقه احمد ربنا على هذا، عندنا القدره ان ندرك اهميه التنوع، وان انا لما اكتب حاجه بخليها تقراها وتقول رايها فيه باعتباري انا اتجاهي يساري معروف وهي اتجاهها ليبرالي، وهي لما بتكتب حاجه بتديها لي اقراها واقولها. ولنا بالمناسبه اعمال مشتركه كتير، يمكن اكتر ثنائي في الوسط الاقتصادي عندنا انتاج مشترك. وطبعا انا سعيد بهذا جدا. لما هي النقطه ايه، انه هناك حكمه تقول عقلين افضل من عقل، وثلاثه افضل من عقلين، وزيد على ذلك. احدى مآسي مجتمعنا
الثقافية. الناس لا تدرك قيمة أن تشتبك مع من يختلف معك بطريقة بناءة وخلاقة. وكارل ماركس له، وعلى فكرة الناس تفتكرني ماركسي، أنا اشتراك لكن مش ماركسي، أوكي؟ لما كارل ماركس له في نظريته الفلسفية إنه الأفكار تتخلق في التالي. عندك مقولة ويجي النقيض بتاعها، وتفاعل الفكرة مع نقيضة يولد فكرة جديدة، والفكرة الجديدة تبقى قصادها النقيض بتاعه، وهكذا. فدي قيمة بديعة جدا. إنما يعني أقول لك على واقع كريمة، وأنا أولا في المؤتمرات غير معتادين إن احنا نقعد جنب بعض. احنا كينونتان مختلفتان مستقلتان، ففي أحد ونشتبك كثيرا في خلاف علني. في أحد المرات كنا في ندوة واحتد الجدل بيني وبين كريمة، وفوجئنا بأنه واحدة من اللي كانت حاضرة بتكلم أخت كريمة تسألها إذا كنا اتطلقنا ولا لا. ده اديك فكرة. شوف بقى، هو الناس مش متخيلة ان ممكن يكون في اختلاف في وجهات النظر. لا بص، ده مجتمع، ده مجتمع بيهدر إهدارا كبيرا لكنز مكنون. ما هو تعلمنا يعني مش مشغول بقصة العقلية النقدية. لو رجعنا للتعليم ولا قيمة الاختلاف والتنوع. خلي بالك، لأنه وأنا بقى كفلاح أقول لك إنه جمال البستان في تنوع الألوان. مش كده ولا إيه؟ مش كان يقولوا التضاد بيبرز المعنى ويجمله؟ مظبوط هيك كده. وبضدها تتميز الاشياء. صحيح. اللون الابيض تعرفه لما يكون فيه نقطه سوداء بالظبط كده. ولكن طبعا انت في النهايه المرجعيه هنا لثقافه المجتمع اللي اصبحت ثقافه مبنيه على التعصب والنظره السطحيه للاشياء. دي عملت لها مشاكل حتى كتير في الدين وفي التطرف، الافكار المتطرفه كلها جايه من هذه النقطه. انا خلصت يا فندم حواري. لو انت سيادتك بقى حابب تقول اي حاجه للمستمع اللي بيسمعنا في نهايه الحوار. انا عايز اقول للمستمع اللي بيسمعنا انه أنا شخصيا سعدت بهذا الحوار الموجه إليه، وأرجو ألا أكون كنت ضيفا ثقيلا على مسامعه. كنت أتمنى أن يكون هناك قدر من التفاعل بحيث أستفيد من التجربة. لكن من يدري، ربما الأيام القادمة تأتي بشيء منها. يا ناس هي دي الحدوتة. يا ناس هي دي الحدوتة. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الحائز على جائزة النيل، اللي كنا بنقدمه النهاردة كقدوة تحتذى في العلم والعمل والأخلاق. أنا بشكرك شكرا جزيلا. أنا على المستوى الشخصي استفدت جدا من الحوار مع سيادتك، وأنا متأكد أن كل المستمع اللي استمعنا النهاردة سعداء بهذا الحوار. ربنا يا رب يكرمك ويديك طولة العمر والصحة عشان تعطي لبلدك. أنت شخصية وطنية محترمة، لا يختلف على حضرتك اتنين، يعني حتى لو مختلفين معاك في الرأي ففي النهاية أنت شخصية محترمة، كلنا بنحترم سيادتك وربنا يبارك لك. بشكرك شكرا. وأنا بحبكم كلكم. شكرا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.